إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة، من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن أحب في الله عز وجل وأبغض في الله عز وجل فقد نال ولاية الله سبحانه وتعالى في ذلك. وينبغي للمؤمن ألا يكون ولاؤه إلا لله سبحانه وتعالى، وولاؤه لهذا الدين العظيم، ولاؤه أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن المرء عندما ينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة عبوره يكون بقدر ولائه، فإنه يسأل عن هذه الولاءات الثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ ما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فبقدر ولاءه يكون نجاته. فولاؤنا لله سبحانه وتعالى هو توحيدنا للرب سبحانه وتعالى، توحيدنا لربوبيته، أنه هو الخالق، هو المالك، هو المدبر سبحانه وتعالى، توحيدا وولاؤنا له في ألوهيته، في أن لا نصرف فعلا من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وأيضا ولاؤنا لله عز وجل بأن نثبت الأسماء والصفات التي سمى بها نفسه تبارك وتعالى في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. وتكون لهذه الأسماء والصفات أثر في حياتنا ومعتقدنا. وولاؤنا أيضا لهذا الدين الإسلام: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فهذا الإسلام أي الاستسلام لأحكام وشرع الله عز وجل الذي أنزله، والذي ندين فيه الله سبحانه وتعالى. ولاؤنا لله عز وجل وولاؤنا لهذا الدين الإسلام. ثم ولاؤنا للنبي صلى الله عليه وسلم في أن نأتمر بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وننتهي عما نهى عنه وزجر، وألا نعبد إلا الله وحده سبحانه وتعالى لا شريك له. فهذه الولاءات الثلاث هي نجاتك، وهي عبورك إلى الآخرة، إلى دار نعيم، إلى الجنة، أو إلى دار جحيم، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فإذن الأمر جد خطير. وهذا المفهوم وإن كان هو واضح كنظريا للناس جميعا، لازم أنا والي رب العالمين، ولائي لهذا الدين، ولائي لهذا النبي، كلام. لكن فعل المسلمين اليوم يختلف، خاصة في هذه الفتن الآن المتلاطمة التي تعج في الناس، فأربكت حتى بعض الناس الذي عندهم حصيلة شرعية وناس عندهم علم، لكن تجده فقد هذا الجانب: الولاء والبراء، الحب التي من مظاهره الحب والبغض لله سبحانه وتعالى، فقد هذا الشيء. فتجد الذي ساروا على هذا المنهج، وهو المنهج السلفي من العلماء ومن تلمذ على يدهم في هذا العصر، تجدهم في الولاء والبراء واضحين وضوح الشمس، ما عندهم لبس.
ما يترجم لي أنا ولاء برائي لجهة معينة أفعالها، ولكن أعرف بمعتقدها، أعرف أنا هذا وليها ولا ما وليها. هل هذا لها ولاء لله، ولاء للدين، ولاء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذن هي من أمة الإسلام. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا يكون الولاء إلا لله ولرسوله إلا للإمام. ما هي النتيجة وما هي المكافأة من الله سبحانه وتعالى لمن كان ولاؤه لله عز وجل ولهذا الدين والإسلام، وولاؤه لمن دان بهذا الولاء؟ هو أنه يدخله في هذا الحزب، حزب الله عز وجل الذي لا يغلب أبدا. حزب الله عز وجل الذي يكون ولاؤه حقا، نعم كما أراد عز وجل، لا يغلب حتى لو كان عتادنا قديم، وحتى لو كان عددنا قليل، فإن النصر سيكتب لهذا الحزب، ويتخلف ذلك الأمر بقدر تخلفه عن هذا الولاء. ولذلك ما تخلف النصر في هذا الوقت لكثير من ادعى أنه يجاهد في سبيل الله وأن ولاءه لله، إلا أنه تخلف عن هذا الولاء. فمثلا نضرب مثل، يعني حزب الشيطان هذا، حزب اللات اللي يسمي نفسه يعني ولا حق له بهذا النسب، نعم، هذا كان في فترة من الفترات أناس ملتزمون وعلى منهج، كانوا لما صار بينه وبين يعني إسرائيل مناوشة، كانت ثارة المسرحية، قاموا هذول مقاومة، وهذا سمعتم فيهم، وكثير من بعضهم حتى أخذ يؤنب علماء المملكة مشايخنا لماذا يتكلمون عن هؤلاء، لأنهم فقدوا حقيقة، فقدوا الولاء، فقدوا فهم ومفهوم الولاء والبغض والمحبة في الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ناس عقيدتهم فاسدة، ليس لهم ولاء لله عز وجل. هل هم موحدون لله عز وجل؟ ليسوا على توحيد لله عز وجل، مشركون بالله عز وجل. وهؤلاء ليس لهم ولاء للنبي، يطعنون بعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لهم استسلام لهذا الدين أبدا. دينهم شيء آخر ليس كديننا، لا ليس لهم قرآننا يطعنون فيه ويقولون أنه محرف، وهذه السنة طبعا يبطلونها ويكفرون الصحابة. فكيف تمدح هؤلاء لفعل معين فعلوه؟ فإذن ولاء. ولذلك حتى في هذا الآن في الشام وكذا لمن تحدث الأحاديث الفرق الموجودة عندهم هذه الفتنة العظيمة، عندما يقول هذه الفئة يقول انظر إلى عقيدتها، هل لها ولاء لله عز وجل؟ فإذا كان لها ولاء لله فإحنا نواليها لأنها من أهل الإيمان. ولذلك لا نستقرب أن يقع الخيانة من هؤلاء. خانونا بالكويت كذلك، هذول مات العبدلي، نعم، عاشوا على تراب هذا الوطن ونهلوا من خيراته ودرسوا من مدارسه وفعلوا ما فعلوا، نعم، ثم خانوا وغدروا. وهذه من صفات المنافقين كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في رواية مسلم: وإن صام وإن صلى وزعم أنه مسلم فهو منافق. وتجد هذه الصفات في هؤلاء، نعم، المارقين والخائنين، لأنهم خانوا دين الله عز وجل. فالوطن عندهم تحصيل حاصل أصلا، خانوا الله عز وجل وكفروا بالله سبحانه وتعالى. وفي حديث آخر زاد فيه صفة أخرى، نعم، ومن كانت في 4 صفات فهو منافقا خالصا، وإن خاصم فجر. زاد فيه الخصومة، الفجر في الخصومة. تجد شلون كيف يخاصمون في هذا ويفجرون في هذه الخصومة. فإذن هؤلاء اتصفوا بالخيانة والقدر، وقدروا بالمسلمين وخانوا فيهم، لأنهم ليس لهم ولا. وضرب الله عز وجل مثل لهؤلاء، ضربه مثلا للذين كفروا امرأة نوح
وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهم من الله شيئا قيل لهم ادخلوا النار مع الداخلين، مع أنهم كانوا وين؟ في بيت النبوة. طبعا هذه الخيانة خيانة المخالفة وخيانة الدين وليس خيانة العرض. هذا متفق بين أهل العلم على أن يعني بيوت الأنبياء كلها طاهرة ما يدخلها رجس، ولكنهم خالفوا في الدين ولم يكن ولاءهم لله سبحانه وتعالى، كفروا بالله سبحانه وتعالى. ما غنى عنهم أنهم في بيوت النبوة عندما كفروا بالله عز وجل، فكانوا من الكافرين وخانوا المؤمنين. ولذلك أشد ما يخاف كان الصحابة على نفسهم أن يقع منهم هذا الشيء. فمثل أبو لبابة رضي الله عنه أحد الصحابة عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة بعد أن قدروا بالمسلمين، نعم، وأرسل إليهم أبو لبابة ليقول هل ينزلون إلى حكم سعد بن معاذ؟ فقالوا ما رأيك يا أبو لبابة؟ فأشار إليهم هكذا فقط، أنها ترى حكمه راح يقطع روسكم. فشعر بعد ذلك أبو لبابة أن هذا بس الفعل هذا فيه خيانة للنبي صلى الله عليه وسلم، أنه فعل فعل ما ينبغي أن يفعله، فاستشعر هذا الذنب وربط ومكث في المسجد 9 أيام، نعم، حتى تاب الله عز وجل عليه. فإذن ولاؤنا يكون لمن؟ لله ولرسوله ولأهل الإيمان الذين يدينونه بهذا الولاء. إنما المؤمنون إخوة، أهل الإيمان إخوة في دين الله سبحانه وتعالى، تكتمل هذه الأخوة وهذه المحبة لولائهم، يعني مصدر هذه المحبة هو ولاؤهم لله عز وجل، ولاؤهم لهذا الدين، ولاؤهم لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. وبقدر تخلفهم عن ذلك يكون معاداتهم، فقد تعادي مسلم لقدر معين أو تصرف فعله يخالف هذا الأصل، وهو الولاء والبراء لله عز وجل وللدين وللنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أهل الإسلام اليوم فهموا هذه القضية ووعوها وعلموا أنه لا يكون ولاء إلا لله، فبالتالي أنا أترج كامل الأمور وكل حياتي وعلاقاتي ومعاملاتي على هذا المبدأ. حتى الأرض والوطن، نعم، طالب الله عز وجل وأمر عباده أن يحافظوا على هذه الأرض ويحافظوا على هذا الوطن، نعم، بل من دافع عن أرضه، نعم، واحتسب ذلك وقتل فهو شهيد. ولكن إذا كانت هذه الأرض التي يعيشها إنسان ما ليست على دين الإسلام، هل يكون ولاؤه لها؟ ما يكون ولاؤه. وهذا أكثر مثال النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة ودعا قومه، وهؤلاء يعني من قبيلته ومن بني عمومته ومن أصهاره وأنسابه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما لم يؤمنوا به هداهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك مكة وذهب إلى المدينة وأقام دولة الإسلام وحارب بني عمومته وقتل منهم في حروبهم، حتى في غزوة بدر عندما كان هناك أسرى، نعم، وأفديوا، كان رأي يعني أبو عمر أن يقتلوا جميعا، قال عمر قرب لي قريب فلان أقتله، وكل واحد يأخذ قريبه ويقتله، لأن هذا كافر وهذا إسلام. وكان رأي أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم أن يفدوا، نعم. نزل الأمر في تأييد عمر رضي الله عنه، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، لولا كتاب من الله سبق أن هذا ما نزل فيه حكم أو تشريع، نعم، لا يمس الصحابة عذاب، حتى قال النبي رأيت عذابكم دون هذه الشجرة، لأن هذا دين وولاء الكامل يكون لله عز وجل. ولذلك عندما ذهب النبي إلى المدينة وفتحت بعد ذلك مكة، فتحت أصبحت دار إسلام، ما رجع إليها النبي صلى الله عليه وسلم، مو بلده ما رجع عليها، لأن كان هذا مبدأ من يترك شيء لله لا يرجع عليه، حتى لو يرجع هذا الشيء
ويكون صالحا وتكون الأرض مسلمة. أنت فعل مثلا تركت مكان معين لأن فيه فساد، زين، مثلا مكان فيه فساد تركته ولأنها لله عز وجل، ثم هذا الشيء انتقل وصار زين، ما في حرام وكذا. من تمام توبتك، من تمام التوبة ألا ترجع إلى هذا المكان. ولذا كان يخشى بعض الصحابة، كانوا يخشون الذين هاجروا إلى المدينة حتى لما صارت مكة يعني دار إسلام، كانوا يخشون أن يمكثون فيها كثيرا فيموتون فيها فتذهب هجرتهم وأجرهم. فمع هذا النبي صلى الله عليه وسلم مكث في معنى بلده ووطنه كان مكة، تركه لأنه ليس دولة إسلام، وذهب إلى المدينة واستوطن ودعا حق للمدينة، كانت فيها بعض الأمراض، فأذهب الله عز وجل وبارك في أرضها وبارك في ثمارها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فإذن يكون هذا المفهوم واضح، وهذا المفهوم حتى في بعض الناس مثل ردة فعل. فعندما قام هؤلاء الخونة الذي أخذوا من هذه البلاد الطيبة وشربوا من هذا وخانوها، مثل ردة فعل، قالوا لا يا جماعة، الآن ولاؤنا لهذه الأرض، ما لنا شيء بالمعتقدات وما لنا شيء بالدين. يعني مثل صارت ردوا بنقيضين، إفراط وتفريط. لا، الأمر وسط. نعم، هذه أرضنا وأرض إسلام ونحاميها وندافع عنها ولا نخونها أبدا، لأن الله أمرنا بذلك. يعني ولاؤنا الحقيقة لله سبحانه وتعالى، أمرنا بذلك. ولكن لا يكون ولاؤنا فقط لهذه الأرض، فقط هذا التراب. لا، نستمد ولاؤنا من الله عز وجل. ولاؤنا الله عز وجل، الله هو يأمرنا أن نحافظ على هذه الأرض، لأن هذه أرض إسلام وأرض مسلمين، والله عز وجل أمرنا طاعة ولي الأمر المسلم، وأن لا نعصيه، يعني لا نعصيه إلا إذا أمرنا بمعصية، بل له الطاعة في المعروف. فحينئذ يكون مفهوم الولاء والبراء واضح للمسلم، وهو مفهوم واضح يعني الكثير، لكنه فتن العصر التي تتواكب الآن أصبحت تشتت هذه الأفهام وهذه الثوابت التي يعرفها المؤمن، أن ولاؤه يكون لله عز وجل، وولاؤه لهذا الدين، وولاؤه أيضا لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يدين بهذا الأمر أيضا هو ولي لنا وأخوة لنا في دين الله سبحانه وتعالى. وولاؤنا أيضا لهذا الدين يستلزم أيضا أن لا نقبل إلا بتشريع الله سبحانه وتعالى. والآن تنظرون يتكلم في ناس قاموا يتكلمون يعني جهارا نهارا في وسائل الإعلام، تعالوا الخمر، ليش ما نحلل الخمر؟ الخمر هذا عادي، واحد تو داز لنا يتكلم يقول هذا يشترونه ب50 دينار وهذا يخسرهم، وهم الخمر مشروب، ليش نضيق عليه؟ زين، حتى السرقة واقع، يعني كل شيء واقع نروح نحلله. شو الفهم يعني؟ شنو هذا الفهم يعني شيء واقع، هذا شيء محرم، انتهى خلاص. ما دام أمر حرمه الله عز وجل لا يجوز لنا أن نناقش حتى فيه. مجرد النقاش فيه هذا إبطال ولائنا لله عز وجل وهذا الدين. أنت لما يقول الخمر، أجمع المسلمون كل المذاهب على أن الخمر حرام نصا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. يأتي ناس أهل الإسلام يقولون لا، خلينا نناقش هذا حلال حسب مصلحتنا الموجودة الآن. هذا بحد ذاته أنت نقضت هذا الولاء على طول، ونقضت ولائك لهذا الدين، أصبحت خارج هذه الملة لأن نقضت هذا الأمر. فبالتالي الإنسان ينبغي عليه أن يراعي هذه الأمور. هناك حدود ينبغي عليه أن يقف عندها، حدود الله سبحانه وتعالى، لأن إذا تعدى هذه الحدود فهو ينقض ولاءه لله عز وجل، وولاءه لهذا الدين، وولاءه للنبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان كل واحد ينظر له إلى نفسه ويعرف هو متى ما قدر الذي يطبق فيه شرع الله سبحانه وتعالى، والقدر الذي يوالي فيه لله سبحانه وتعالى، فلا يغضب إلا لله سبحانه وتعالى. وهكذا كان نبينا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغضب لنفسه أبدا
أبدا. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما كانوا يؤذون النبي حتى من بعض، يعني خاصة الأعراب. هذا أعرابي يأتي إليه ويجذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة من خلفه، فيؤثر في ذلك في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لها أعطيني مما أعطاك الله عز وجل، ويلتفت ويتبسم إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه. ما اختص النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا كان في أمر دين وولاء وبراء، لا، الأمر يختلف كلية. فعندما دخل على أحد الصحابة وجده يقرأ في بعض كتب من الأوراق التوراة، وهذا تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتوب إليه يا رسول الله، ماذا هذا؟ قال هذا وأنا بين أظهركم، يعني تقرؤون هذا؟ الله عزكم، كتاب الله عز وجل أنزل والحكمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرؤون بهذه يعني كتب هذه التي يعني دخل عليها التحريف وما دخل عليها. فإذن الأمثلة كثيرة يعني في السيرة وهذا. فالمؤمن حريص في نفسه. فإذا أراد الآن في العالم الآن تريد أن تقيم ولاء وبراء لكل شيء، تقيم من هذا الجانب، ولاء لله عز وجل، ولاء لهذا الدين، ولاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ولائي لله عز وجل. ومن السير يعني من التاريخ الإسلامي يرى الذي يعني لم ينتبه لهذه القضية وقع في معضلة، خلافة كاملة سقطت بهذا السبب لعدم هذا الانتباه، وهي الخلافة العباسية. عندما وضع وزير هو ابن علقمي، دينه معروف رافضي باطني خبيث، نعم، وجعل وزيرا. الولاء والبراء يقتضي أن لا تقرب إلا من له ولاء لله عز وجل. ها، ما تقول لا والله على أساس أن يعني ما دام من هذا نحط من هذا نحط، لا، هذا ولاء. ما تقرب مثل المملكة، شوف ما يحطون واحد إلا صاحب عقيدة، ماكو يقوم على هذا الأمر، ما يضع في القضاء الإنسان صاحب عقيدة، ما يضع في المناظر المهمة إلا صاحب عقيدة، لأن ولاء وبراء هذا مو وياك، هذا يخونك. اللي ولاء مو لله عز وجل ولهذا الدين ولهذا الإسلام دائما راح يقدر في المسلمين، لأنه منافق، والمنافق راح يخون. من صفات المنافق أنه يكذب، ما يعطيك حقيقة، راح يخونك، راح يقدر فيك، نعم، وإذا خاصمك فجر. هذه صفاته، هذه صفاته، ما له ولاء لله عز وجل. فهذا بن علقمة ماذا صنع؟ نعم، كان في الوزارة 14 سنة. ابن كثير كان 14 سنة وزيرا، يعني متمتع، شوف وزير ولا الصولة والجولة ويقرب اللي يبي وأموال وأكل وشرب وتنعم في الوزارة وغير ذلك، كان موجود بهذا. وكانت الخلافة العباسية في عهد المنتصر كان عدد الجيش 100,000 ذاك الوقت. 100,000 مو بهينة، يعني 100 مليون هنا وقت هذا، يعني عدد كبير ضخم الجيش. فماذا صنع؟ مع تنعمه ومع أنه قربوه، لكن ليس ولاء له، ما عنده ولاء لله عز وجل، فقدر في المسلمين وقدر بالمؤمنين. فأول ما صنع أخذ يسرح الجيش في وقت ابنه بعد مات المنتصر وأتى المعتصم، فأخذ يسرح الجيش. فمن يبقى منه في وقت المعتصم إلا 10,000 من 100,000، 10,000 أضعف الجند. خلى جيش المسلمين 10,000 فقط. دولة الخلافة كاملة ما عندها إلا 10,000 جندي. ثم بعد ذلك شوفوا قدر هذا الخائن. قسيس أعزكم الله راسلت التتار وقال لهم أن شنو قاعد يدز الحين معلومات مثل ربعنا ها في الجيش، ويدز معلومات هالخونة اللي مسكوهم، نعم، يدز معلومات ترى الجيش في كذي وكذا عدده وعتاده كذا، وترى في أخطاء في مني وعندهم أخطاء مني. حتى بن خالتي كان في القاعدة البحرية، نعم، ويقول يا العراقيين في فرقاطاتهم وقت الاحتلال، يقول احنا ننتظرهم في عندهم شيء مثل يعني مكان يعني دائما هم يوخرون عنه اساس ما يصيبه ريق، ما مكان يعني مرتفع. فقال الحين فرقاتهم راح تضرب فيه وتوقف لان ما يدرون، ما عندهم احداثيات.
يقول ولا يفرون للفون. ايش معناته؟ يعني معطينهم المعلومات هذه. خونة، في ناس خونة معطينهم معلومات هذه، ونفس الشيء هذه امور عسكريه. فهذا اخذ يكاتبهم فيقول ترى الجند المسلمين ضعفاء وما عندهم قوه، ترى وانت تعالوا لهم، ترى ماكو جند 10,000 انتهى، وضعاف وما عتادهم قديم ولا متدربين ولا هذا، تعالوا. فعندما اتوا، نعم، على حسب المعلومات اللي وصلت لهم الان. هذا الامر الثالث. الامر الثالث اخذ يخذل المسلمين مثل ما يسوون ربعنا هنا، ها، بعضهم الخونه، ترى انتم ما لكم طاقه عليهم، هذول قويين، انتم ضعاف، ما كله تصالحونهم. حتى المعتصم قال اعطيكم نصف شطر ثمار بغداد لكم على اساس ترجعون. قال لا، راح يقبلون. شوف اضعفهم وخذلهم، وقال اطلع انت اخرج اليهم مع بعض العلماء وبعض يعني الوجهاء وهو يقدر فيهم. فخرجوا طبعا قتلوهم. وتعلمون المقتلة العظيمة، أكثر من 1,000,000 قتل في بغداد، ودمر علم عظيم. يعني مو بس أرواح زهقت وقتلت ودماء سالت وعكرت الأنهار وجعلته أحمر، لا، حتى يعني الكتب هذه ألقيت وذهبت، كتب علم عظيم، كانت بغداد دار العلم والمعرفة، ألقيت في الأنهر وذابت وذهبت هذا العلم. وفتحوا باب على المسلمين، يعني مو بس ذهبت العراق وبغداد، فتحوا باب لكي يدخلون إلى المسلمين إلى الشام، وعاثوا في يعني الأرض فسادا سنين، حتى يعني اللي الله عز وجل كتب من يعني يردهم إلى نحورهم ويرد هذا يعني هذا الفساد العظيم. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام شديد على هؤلاء الرافض، كلام شديد اللي يرجع إلى يعني منهاج السنة وغيرها من كتب الشيخ، كيف يذكرها أن الروافض هم يعني الخنجر في ظهر المسلمين على مر التاريخ. ما ثبت لهم أنهم وقفوا مع المسلمين وقاتلوا عدوا أبدا، وكانوا دائما يقاتلون المسلمين، يقدرون في المسلمين. عندما يكون هجوم من الكفار يكون هم أكبر عون لهم، وينتهزون هذه الفرصة لأسر المسلمين وقتل المسلمين ونهب أموال المسلمين، وهكذا على مر العصور. القضية واضحة، ولا براء. هؤلاء ليس لهم ولاء لله عز وجل، وليس لهم ولاء لهذا الدين، وليس لهم ولاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لا يستطيع أن نوالي أي خائن من هؤلاء أخوانه. أي واحد لا يوالي الله عز وجل هذا لابد أن يقع منه الخيانة والقدر، خاصة من يدعي هذا الإسلام وهو يخوننا ولا يكون ولاء. لأن الكافر الأصلي تعرف أن هذا كافر، خلاص انتهى الموضوع، بينك وبينه حاجز. لكن يكون بينك ويدعي التوحيد ويقول أنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعم، ثم يقدر فيك ويخون، لأنه قد بطن في قلبه النفاق وكان ولاءه لغير الله سبحانه وتعالى. فإذن هذه القضية إخواني أحبتي في الله مهمة جدا جدا في عصر الفتنة هذا، لازم يفهمها الإنسان بشكل واضح ودقيق. طبعا هذه تحتاج إلى إنسان بعض الدروس وكذا في هذا الموضوع، لكي يعني يكون واضح عنده ولاءه لله، ولاء لهذا الدين، الولاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ يقيس بعض الفئات والناس على هذا المستوى، فيبغض ما يعادي الله عز وجل، ويكون ولاء غير الله عز وجل، ويحب من يوالي الله عز وجل. المحبة تكون لله عز وجل، والبغض يكون لله سبحانه وتعالى. مو هو نفسي والله هذا أخلاقه حلوة وزين ماشي وياي أحبه، لا، مو قضية كذي. إذا كان كافر أو كان من هذا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ويخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والله يحب المقسطين. هذه نزلت منه في أم أسماء رضي الله عنها، كانت قبل إسلامها، قبل أن تسلم أمها، نعم، قالت اسألي يا عائشة رضي الله عنها، اسألي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع معها. فكان الرد على إذا كان إنسان كافر لكنه قريبك تبره، ما في بأس، وتحسن إليه، لكن لا يقضي أنك تحبه وتوده وتقربه على المسلمين، لا يعني هذا. وتقسط وتعدل، هذا العدل في الإسلام مطلوب،
تعدل بين حتى الكافر، يعني مو قضية أن هذا والله كافر فأنا أظلمه، هذا إنسان لا قاتلني ولا أخرجني من بلادي ولا عاداني، فبالتالي لازم أتعامل وياه بالعدل، ما أظلمه. مو مثل اليهود، ليس علينا في الأميين سبيل، غير يهودي يقص عليه وبوق ونصب وسوي كل شيء، زين، هذا منهج يهودي. لكن الإسلام لا، منهج العدل، ما دام إنسان ما عاداني ما أخرجني من دياري، خلاص أنا أعدل وياه وأتعامل وياه في العدل، ولا يجوز أن أظلمه أبدا. وإذا كان قريبي فإني أبره، نعم، لكن الولاء ما يكون لله سبحانه وتعالى، للمؤمنين، ما يكون للكفار حتى لو كان أقرب إليه ناس. وإن جاهدك أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، زين، لأن ولاءه ليس لله عز وجل، لا أطيعه فيما يخالف ولائي وانتمائي لهذا الدين العظيم، ولكن في نفس الوقت لأنه قريب فإني أبره وأحسن إليه، ومن بر والإحسان إن أنواصحه وأدعوه إلى هذا الدين العظيم، أن يدخل في هذا الدين، وأدعو الله عز وجل أن يصلحه. فبالتالي يكون الأمر بين واضح للمسلم في كيف أن يتعامل، ولا ينطلي عليه هؤلاء الناس الآن يريدون الفتنة ويدخلون علينا مدخل، زين، ويقول لا ولاءنا فقط لهذه الأرض وهذا البقعة. نعم، لي أنا ولاء ما دام هذا ولائي لله عز وجل، ممتد من ولائي لله عز وجل، ولكن إذا في شيء مخالف لولائي ولا مخالف لله عز وجل ما أرتضي ولا أقبله أبدا. شيء مخالف لشرع الله ما أقبله، شيء فيه مخالف لمنهج الله عز وجل ما أقبله. فنسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق والرشاد، نسأل الله عز وجل يكون وفقنا ببيان هذه القضية يعني المهمة، فإن أصبت فمن الله عز وجل، وعندما أخطأت فمني ومن الشيطان، جزاكم الله خير.